السلام عليكم. تدرون إنه 1 من كل 3 أشخاص يعانون من ضغط الدم العالي. الضغط الدم العالي يسموه القاتل الصامت، لأن كثير من الناس ما يحسون به، ولكن يسبب أمراض خطيرة مثل الجلطات، أمراض القلب، أمراض الكلى، ومشاكل بالنظر. الضغط الدم هو القوة اللي يدفع بها القلب الدم خلال الشرايين، وإذا قالوا لك ضغطك 120 أو 12/80 أو 8، 120 أو 12 هو الانقباضي، يعني لما القلب يضخ، و80 أو 8 هو الانبساطي لما القلب يرتاح. الضغط يصير عالي إذا ظل أكثر من 140 أو أكثر من 90، ولكن المشكلة أكثر الناس ما يحسون بأي أعراض إذا ضغطهم كان عالي، ولكن في بعض الأحيان إذا صار عالي جدا ممكن يحسون بصداع قوي، دوخة بالرأس، نزيف من الأنف، تشويش بالنظر، وأحيانا ضيق بالتنفس أو ألم بالصدر. أسباب الضغط كثيرة، منها قلة الحركة، أكل الملح الزائد، الوزن الزائد، الكحول والتدخين، قلة النوم، وببعض الأحيان الأمراض مثل الكلى أو الغدة الدرقية. وأكو حالات نسميها ضغط الرداء الأبيض، يعني الناس أكو بيهم يرتفع ضغطهم عند الطبيب من التوتر. إذا شكينا بالشخص إنه عنده ضغط عالي، راح نسوي فحص ضغط متنظم. مرات نحتاج حتى على مدار 24 ساعة راح نريد نسوي تحاليل وفحوصات حسب حالتك الشخصية. العلاج، أول شيء تغييرات بسيطة بالحياة. أنا دائما أقول للمرضى إن الوقاية أحسن من العلاج. الأشياء البسيطة اللي تقدر تسويها: نخفف الملح بالأكل، نتحرك ولو شيء بسيط كربع ساعة ونص ساعة باليوم، ننام عدل وبانتظام، نقلل الكحول ونترك التدخين. بس إذا ما كفت هذه التغييرات راح نحتاج أدوية، وأحيانا راح نحتاج أكثر من دواء واحد. المهم لازم تراجع الطبيب بانتظام وتتابع العلاج. ولكن ما هي المشكلة إذا ما عالجنا الضغط؟ مثل ما قلت راح تسوي نوبات قلبية، جلطات دماغية، فشل قلب، فشل كلوي، وحتى فقدان النظر. كانت معاكم دكتورة بتولة البطاط من أستراليا. تابعوني على صفحتي لمزيد من المعلومات الصحية.